دي أول مرة كلاينت يرجع لي اوردر. من فترة الكلاينت طلب مني المج ده هدية لخطيبته مخصوص باسمها، وانا عملت المج وكان عاجبه جدا، لكن بعد فترة صغيرة لقيته بيرجعهولي تاني وعايز نغير الاسم او اشيله خالص، وقال لي انهم سابوا بعض. طبعا هو قال لي انه فاهم ان ده مج خزف معمول مخصوص من الاول وما ينفعش اغير اللون خلاص، لكن هو قال لي بصي اتصرفي براحتك، انا كده كده بثق فيكي. وعشان روح الكاستمر سيرفيس اللي جوايا وقلت ما بقاش انا والدنيا عليه، وافقت اني اخده وارسم عليه حاجة تليق على الكلاينت، بما انه بيدرس عربي للاجانب زيي وبيحب الفراعنة، فقررنا ان هو يبقى اسود وعليه حاجة فرعونية. في البداية خالص ما كانش عندي فكرة هعمل ايه، بس كنت متأكدة اني احط الشريط الذهبي ده عشان عجب ناس كتير قوي لما استخدمته في الاكسسوارات سواء حلقان او سلاسل. لونت المج واتفقنا انه مينفعش تلون من جوه، وعملته وحقيقي كنت مبسوطة بيه قوي، وفي نفس الوقت مستغربة اني بشتغل على شغلي. يعني انا دايما برسم على مجات، لكن دي اول مرة اغير شكل حاجة انا اللي عاملاها بنفسي. وبعدين استخدمت اليوفي ريزن عشان اثبت الشريط بحيث انه ما يطلعش ابدا في المية، وحطيت المات بادج بتاعنا اللي حرفيا بيخلي الالوان ثابتة مش بتقشر ولا بتتأثر باي عوامل خارجية. وبس كده، ده كان شكله في الاخر. قولولي رأيكم. سلام.